فبتاخد منه الذخائر، ولما بتيجي تمشي بتلاقي جنود كتير من طاقم اللعب داخلين عليهم، وبنشوف ان اللاعبين اللي مش معاهم ذخيره بتبدا الجنود تجرب عليهم عشان تقتلهم، فبيروح واحد منهم قاتل نفسه وملتحر، والاتنين التانيين بيقرروا انهم يسلوا نفسهم عشان يعيشوا، وبيعرفوا سونج انهم هيستسلموا بدل ما يموتوا، وبيكون من ضمنهم اللاعب رقم 246 اللي بنته مريضه في المستشفى، لكن بيقتلوهم طاقم اللعبه، وبيكون سونج وصاحبه كمان بيستسلموا، فبينزل لهم القائد وبيكلم سونج وبيقول له ايها اللاعب رقم 456، وبيقول له انت دلوقتي فرحت انك عملت نفسك بطل، وبيقول له بص كويس على عواقب انك عملت نفسك بطل، وبيقتل صاحبه قدامه، وبيتعصب سيونج جدا، وبيكتفوه اتنين من طاقم اللعبة عشان ما يعمل لهمش حاجة، وبيفضل سيونج يعيط على صاحبه اللي مات قدام عينه. وبكده بيكون خلص الجزء الثاني من ملخص لعبة الحبار. لو عايز مسلسل جديد او فيلم جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.